قبل ما تفكر تبيع منتج اونلاين لازم تكون حاسب كل حساباتك صح وتتوقع اسوأ سيناريو ممكن يحصل عشان ما تخسرش. انا قبل ما اشتغل على اي منتج بعمل فوركاست بشكل مسبق للارقام من قبل ما ابدا. على سبيل المثال لو معانا منتج سعر تكلفته 100 جنيه هبدا احط عليه افريج كوست بير اوردر 100 جنيه كمان، اوبريشن 20 جنيه، ولوست ودامج 20 جنيه، ومتوسط تغليف 10 جنيه. اصبح كده اجمالي تكاليف المنتج بقت 250 جنيه. على سبيل المثال هبدا اسعر المنتج ده ب 500 جنيه وهبدا اشغل الكامبين. وهنا هيقابلني 3 سيناريوهات. السيناريو الاول ان الكوست بير اوردر هيجي 100 جنيه وده كده انا ماشي صح. هبدا ازود البادجت من 1000 جنيه ل 2000 جنيه او 3000 جنيه وهشوف هل الارقام هتتاثر ولا لا، وهل الفوليوم هيزيد ولا لا. السيناريو الثاني ان الكوست بير اوردر يجي لي 200 جنيه، ساعتها هبدا ازود سعر البيع واشوف هل المنتج يستحمل ولا لا. السيناريو الثالث وده افضلهم ان الاقي الكوست بير اوردر جالي 50 جنيه. ده مؤشر حلو جدا، معناه ان البرودكت ده ممكن يبقى عليه ديماند عالي بلس بروفيت كويس وهيستحمل سكيلينج، لان انا لما باجي بعمل سكيل الارقام ممكن تزيد مني. بس نصيحه، مش معنى ان الارقام طلعت كويسه ان انت تتسرع وتروح تطلب كميه كبيره من المنتج ده. اهم حاجه لازم تتاكد منها في الستيج دي اللي انت تتاكد من الكونفirmation ريت وتتاكد ان الناس فاهمه المنتج صح، محدش فاهم فيه حاجه غلط، وبالتالي هيجي لك كانسل كتير، فبالتالي ممكن تخسر كتير في المنتج ده. وفي كل الاحوال حط اسوأ سيناريو ان نسبه التسليمات عندك ممكن تبقى 50%. يعني لو المنتج سعر بيعه 500 جنيه وتكلفته اجماليه ب 250 جنيه، ده مش معناه خالص ان انت هتكسب 250 جنيه. هنحط اسوأ سيناريو ان نسبه التسليمات عندك هتكون 50%، يعني انت كده هتكون طالع كسبان 125 جنيه في الاوردر الواحد. الفيديو الجاي هنتكلم عن ازاي تستورد المنتجات بنفسك من الصين لو ما لقيتش منتجات مناسبه ليك في مصر. اعمل فولو لو انت مهتم بالاي كوميرس، ولو تعرف حد مهتم بالاي كوميرس او عايز يبدا ابعت له السيريز دي.